السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا هتستغربوا الفيديو اللي أنا جايبه النهاردة، لكن مش هلاقي أعظم من كتاب ربنا إن أنا أوريكم حتى أسامي الصور في قرآننا الكريم. اللي خلاني أعمل الفيديو ده النهاردة إن أنا بجد قلبي بيوجعني لما بلاقي شباب في عز شبابهم، ألاقي حد بيموت، بدل ما تتصدق عليه بقرآن كريم أو بصدقة أو بأي أشكال من أنواع الصدقات الجارية للشخص المتوفي، ألاقيه بيحط أغنية حزينة. بجد حاجة قمة الاستهتار، قمة الجهل اللي احنا وصلنا ليه. لما انا لقيت كده بجد، انت لما نلاقي كده او اي اب او اي ولي امر يشوف الطفل اللي قدامه او الشاب اللي قدامه، اولى ان هو ينصحه ان ده ما يصحش. يعني ايه؟ زمان احنا اتربينا على يعني حتى لو انا مثلا مش بقرأ في القرآن، يعني اقل حاجه اعملها ان انا اشغل التسجيل او اشغل اي حاجه ممكن تكون بتطلع صوت للقران الكريم. اعمل كده حتى لو انا مش بعرف اقرا. الناس الاميه زمان لما كانوش بيعرفوا يقراوا كانوا بيشغلوا الاذاعه، اذاعه القران الكريم، وبيشغلوا دي يعتبر صدقه جاريه على روح المتوفي. لكن ان انا الاقي دلوقتي شباب مغيب، شباب ضايع، هو مش عارف هو بيعمل ايه. بدل ما اشغل نفسي ان انا اقرا قران، وللاسف بيبقى شباب متعلم ومعاه مش عارفه شهادات ايه ومعاه ماجستير في ايه، والاقي حد حاطط حاطط اغاني على، حاطط صوره وحاطط اغاني على مواقع السوشيال ميديا على الصورة بتاعت المتوفي. طب انت هتستفاد ايه وهو هيستفاد ايه؟ يا ريت بجد نراجع نفسنا، لان الحاجة دي بجد بتبين الجهل والتخلف اللي احنا بقينا فيه. آه، ويا ريتني ويا ريت اي حد بيعمل حاجة تمس الدين او حاجة هيتعاقب عليها في اخرته، انصحه نصيحة لوجه الله. خد بيها كان بيها، ما خدش بيها كان بيها. وطبعا النصيحة زي ما انتوا عارفين، النصيحة بتكون بهدوء وبكلام ربنا وبواقع زي ما انتوا شايفين. لكن ان احنا نوصل ان احنا نحط اغاني على صورنا وعلى ارواح المتوفيين، بجد دي حاجة توجع القلب. بيبقى المتوفي لسه متوفي. للأسف السوشيال ميديا خلت الناس الأول كان عندها نزعة شهامة، ولما بيلاقوا حد في لما بيلاقوا حد في محنة، بيلاقي حد في بيحصل له موقف في الشارع، تلاقي الدنيا كلها طلعت تجري عليه. محدش كان بيطلع تليفون، ما كانش في السوشيال ميديا. دلوقتي السوشيال ميديا بدل ما اروح اساعد الشخص اللي واقع في محنة، او الشخص اللي ممكن يموت في لحظة بين ايدي، لا بطلع التليفون واصوره. بجد دي حاجة مهزلة يا جماعة. يا ريت نفوق لنفسنا، يا ريت نرجع للقرآن الكريم. بجد قسما بالله ان اسامي سور القرآن الكريم حاجة كده يعني، قمة في الجمال، قمة في الروعة. الاسم بس، الاسم يعني اي صورة من صور القرآن الكريم اسمها بس تحس ان هو عايش على مر العصور. ربنا يعني ربنا بينزل القرآن الكريم ده وهو عارف ان هو هيتماشى لحد يوم القيامة. اعجاز، قسما بالله اعجاز. انت كمسلم ما عندكش فضول تدخل تشوف دينك بيتكلم عن ايه؟ الناس اللي بتقول ان لما بقرأ القرآن مش بفهم منه حاجات، تدبروا في القرآن، اسأل فيه. امال هو يعني في كلمات صعبة ليه، او في مثلا ايات صعبة ممكن نعرف نفسرها ليه؟ عشان تخش تسأل وتعرف دينك كويس، عشان ترجع للمرجع بتاعك زمان، عشان تعرف ايه اللي حصل على ايام الانبياء والرسل. امال احنا القرآن بتاعنا مش النزعة ان احنا يعني المقصود هنا ان القرآن لما بيبقى فيه صور صعبة او حاجة مش عارفين نفسرها او آية مش عارفة افهم معناها، ان احنا نرجع ونقرأ ونتدبر في القرآن ونتدبر في التفاسير بتاعته، ونتدبر في الاحاديث. يعني كل حاجة بتوصل لحاجة. والله العظيم انا مش بقول كده ان انا متدينة 100%، قسما بالله انا اقل واحدة ممكن اكون بمشي في طريق الدين، بس بمشي يعني بمشي بقلبي بجد، ان انا احاول اوصل لصورة ربنا يشوفني فيها يكون راضي عني. وبجد انا بحزن لان انا شفت النهارده الفنان احمد عامر، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب.
لما مات على غفلة. ربنا يجيرنا من موت الغفلة يا رب، واللهم لا توفنا الا وانت راض عنا. بجد يا ريت نفوق لنفسنا. مش هقولك ان انت مش هتعمل معاصي، احنا بني ادمين. اعمل يعني حاول تتجنب المعاصي. احنا بنعمل معاصي، بنعمل ذنوب، لكن بنرجع في الاخر عندنا مرجع نتوب بيه، مرجع نرجع بيه لربنا. خلي عندك فضول، زي ما بيبقى عندك فضول تشوف مقاطع مخلة، زي ما كان عندك بيبقى عندك فضول تشوف مواقع اصلا ما تخصكش، زي ما بيبقى عندك فضول تشوف قصص الناس اللي هي ما تخصكش. خلي عندك فضول تخش تعرف دينك على ايه، تقرأ قرآن. والله العظيم هيخش قلبك على طول، هيمس قلبك. دي الحاجة اللي هتقراها وهتخش تبحث عنها، هتخش في صميم قلبك صدقني. والله العظيم انا مش بنصحكم ان انا اصلا مؤهلة للنصيحة. لكن انا بقول الحاجة اللي بحسها، او الحاجة اللي انا ممكن على الاقل ممكن اساب عليها قدام ربنا. ويا ريت يا جماعة نرجع لربنا ونفوق لنفسنا وما نحطش اغاني، ونحاول نقلل من الاغاني. زي الظاهرة اللي طلعت دلوقتي لما الفنان احمد عامر مات، او غيره. آم، اللي يوجع في قصة أحمد عامر إن هو مات فجأة. ودي حاجة صعبة جدا بجد، دي الحاجة المؤلمة في وفاته. فعشان كده بقول لكم نرجع لربنا، نرجع لربنا قدر المستطاع يا جماعة. احنا ربنا خلقنا عشان نعبده، مش عشان نشوف ناس تافهة. التفاهات بقت منتشرة جدا. خليك انت، لو انت انسان عاوز تعرف نفسك، عاوز تعرف حياتك، خش للدين واقرأ فيه. تعمق في الدين، تعمق في رسائل ربنا ليك. ربنا بيمهلك مرة واتنين وتلاتة وعشرين. يعني ربنا مش بياخدك فجأة كده وما أمهلكش، لا أكيد ربنا بيمهل. ربنا يمهل ولا يهمل. آم، ف... فيا ريت نرجع لربنا يا جماعة. ويعني بجد اي حد قدامه اي حد، لو بتحبوا بعض هتنصحوا بعض، لو بتحب اللي قدامك ده هتنصح اللي قدامك. لو حتى لو شخص غريب بتشافه في غفلة، قول له كلمتين اتنين من القرآن، قول له يعني قول له درس من الحياة يرجعه للقرآن. صدقني والله العظيم ممكن كلمتك دي تأثر في دماغه، تأثر في نفسه. وحتى لو مش هيبين لك في يوم من الأيام، ممكن الكلمة دي تأثر فيه. لو كلمة واحدة، لو حديث واحد، لو كلمة من القرآن، لو سمعته آية، لو نصحته بطريقة محترمة وبطريقة هادية ان هو يرجع لربنا، وان هو يمشي صح. بجد الغفلات اللي احنا فيها دي بجد تخوف، قسما بالله تخوف وترعب. يا ريت يا جماعة ما نغفلش عن ذكر ربنا. آه، انا في حياتي ناس بجد بيبقى الصلاة دي تقيلة عليهم جدا، وقراءة القرآن تقيلة عليهم جدا. اقول لهم ابدأوا بذكر ربنا، ابدأوا بالاستغفار، ابدأوا بالأدعية. ابدأوا يعني يعني ابدأ سبح ربنا، اذكر ربنا طول الوقت. هتلاقي يعني ربنا اكيد انت مش هتذكر ربنا وربنا مش هيذكرك، لا طبعا. فانا بحاول اجيبها لكم مش بطريقه فيها كلام بالفصحى او كده، عشان الناس البسيطه تفهم واحنا كلنا نفهم. ودخل القرآن في قلبك وعقلك. صدقني هتنبهر، قسما بالله انت لو عرفت اعجاز القرآن الكريم ده هتنبهر. هتنبهر بالكلام اللي فيه والكلمات اللي فيه وكل حاجة فيه. وان انت لو الكلمة اللي انت مش فاهمها رجعت تفهمها من اي مرجع او اي تفسير، قسما بالله هتنبهر من الجمال اللي فيه. هتعرف اللي احنا عايشين فيه ده كله ربنا هو موجود في القرآن. يعني ده كلام النهارده، ويا ريت ما نبقاش تقال على بعض، او انا بقى تقيله عليكم معنى الاصح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.